السلام عليكم. مفردة بهارات كنا سامعينها ونعرفها، بس الأغلب ما يعرف معناها الحقيقي. واطمئن، المعنى اللي براسك خطأ. عبالك البهارات هي فلفل أسود وكزبرة وكركم، مو إذا البهارات هن ذني. التوابل شنو معناها؟ ما دوخكم. بهارات هي اسم من أسماء الهند القديمة، ومشتقة من كلمة بهاراتان اللي معناها أرض الجنوب. ولأن كانت تجينا التوابل من دولة بهارات، جماعتنا سموا التوابل بهارات. واسم بهارات بالأيام السابقة بدأ يظهر للساحة من جديد، وترس كل الوكالات الإخبارية، لأن رئيس الهند ناريندرا مودي كان عنده اجتماع لقمة اقتصادية معروفة وتحمل اسم قمة العشرين. تجتمع بهاي القمة 20 دولة، ومن ضمنها أمريكا وروسيا وبريطانيا واليابان. مودي السوى أرسل لهم دعوات باسم دولة بهارات، ولغى اسم الهند، والدعوات وصلت بها عبارة رئيس دولة بهارات بدل عن رئيس الهند. وبالفعل صارت القمة، ورئيس وزراء الهند افتتح القمة، وقباله لافتة مكتوب عليها بهارات بدل الهند. طبعا الدستور الهندي ينص على وجود اسمين للهند، وهن الهند وبهارات، بس الهند يعتبروه مسيء، لأن تسمية الهند يعتبروه مدل على حضارتهم، ويعتبروها تسمية بريطانية مسيئة تدل على العبودية وتدل على فترة الاحتلال الإنجليزي اللي استعبد الهند لمدة 200 سنة. طبعا اكو دعم شعبي كلش كبير لهاي الخطوة بالهند، واكو بعض الأصوات عارضت هاي التسمية اللي هي تسمية بهارات. وبالأخير السؤال إلكم، احنا بالعراق عندنا اسماء محافظات ومناطق هواي مدل على حضارتنا وبعيدة كل البعد عن ثقافتنا، وبيها دلالات على الاحتلال السابق، وبيها ذكريات كلش تعيسة. نقدر بخطوة شجاعة نغيرها مثل دولة بهارات لو صعبة؟ جاوبونا بالتعليقات. واليوم كان هنا دولة بهارات. أودعناكم.